كنتمشى 2 خطوات 3 كنطيح، خطوات عاوتاني 3 2 كنطيح، حتى وليت كنمشي. وبطبيعة الحال ملي كتكون كتمشى صافي كتكون عندك واحد الفرحة ثانية بوحدها، لأنك ديك الساعات كتقول أنا قاد نمشي لأي بلاصة بغيت، كتقول صافي وصلت لداك الشيء اللي بغيت. أكثرية ملي كتكون انت باقي صغير كتشوف الناس اللي معاك كلشي كيتمشى وانت هي في الأرض فقط كتحبو، ولا الا بغيتي تمشي لشي بلاصه كيهزوك صافي. كما كيقولوا بديت كنتمشى، وبديت انني كنتمشى مثلا من البيت كنمشي للبيت الاخرى، من ديك البيت كنمشي للكوزينه عند الام ديالي كنلقاها كتقضي الشغل، كنمشي عند الاخت ديالي كتكون كتحفظ ولا شي حاجه كنبقى نرول لها الادوات ديالها صافي. يعني بديت كنحس بواحد الشعور ديال راني كبرت، وانا ديك الساعات مازال ما درت والو في الحياه. وهذيك الفرحه ديال ان الاب ديالك تيكون داخل من الباب وانت غادي كتجري عنده باش تشوف شكون اللي داخل من الباب. يعني وليتي كتحس بواحد الحاجه زوينه تزادت عليك وانت مازال صغير، وانت ما عارفش ان داكشي اللي مازال تابعك كثر من داكشي اللي راك وصلتي ليه. من بعد كبرت شويه، وليت قاد نخرج للزنقه ونلعب في الزنقه مع الدراري بطبيعه الحال. هذيك الساعات كانوا اكثريه ولاد العائله ديالنا، حيت حنايا كنا ساكنين في واحد المنزل يعني متكون من 3 طبقات، وكل طبقه فيها 2 ابارتمانات، كانت كل ابارتمان فيها عائله. يعني كانت عائله ديال عمامي معنا، كنا حنا في ابارتمان وكان معنا 5 ديال العائلات، يعني 5 ديال العمامي ساكنين معنا. الوغ ولادهم هما اللي كانوا صحابي. ديك الساعات كنا كنخرجوا كنلعبوا في الدرب، وبالضبط حنا كنا ساكنين في واحد الحي شعبي، وراكم كتعرفوا الاحياء الشعبيه في الدروبه كيفاش كيكونوا. وداك الحي الشعبي كان في مدينه فاس، وماشي اي حي، كان اسمه حي صحراوه. بالنسبه للناس فاس يقدروا يعرفوه لان داك الحي قديم بزاف فاس. وعلاش سماوه حي صحراوه؟ حيت كاع الناس اللي كانوا ساكنين فيه الاصل ديالهم من الصحراء، وحنايا وكذلك. وكنفتخر بالاصل ديالي حيت الاب ديالي صحراوي، فداك الحي كان سميتو حي صحراوه. وكان الدرب اللي كنسكنوا فيه حنايا كان كيتسمى اطول درب كاين بداك الحي، كانوا كيسميوه الدرب الطويل. فكنا كنخرجوا نلعبوا انا وولاد عمي، وكذلك كانوا عندي بعض الاصدقاء ليس من قرابين المنزل ديالنا، يعني الدار الاولى او الثانيه اللي ساكنه حدانا في الجنب اليمين وكذلك اللي في اليسار واللي انفاس معانا. فكانت واحد الثقه بزاف هذيك الساعات، وكانت النيه بزاف. انا الدار اللي كنسكنوا فيها الباب ديالها كيبقى مفتوح 24 ساعه 24 ساعه، ما كانتش ديك القضيه ديال الناس دغيا يدخلوا الشفاره ولا كان الباب مفتوح. كما حنا الدار ديالنا مفتوحه، الدار الاخرين مفتوحه، الدار الاخرين مفتوحه، وكل شيء باخر. وراكم عارفين ملي كتكون صغير كيعجبك تلعب في الارض، فصافي كنا كنبقاو نتكربعوا في الارض، كنتلاوحوا في الارض، حفر دير هز الرمله خويا على راسك، هز الرمله عاوتاني خويا على الاخر، ما عرفتش شنو كدير. يعني ما كتكونش عارف ولا واعي بداك الشيء اللي كدير. بعض المرات كنت كناكل حتى التراب، كناكل الحجر، وهذا الشيء هذا يعني كان فيا بزاف. انا ديك الساعات خالي انني كنت كناكل التراب، كناكل الحجر، اي حاجه لقيتها كنحشيها في فمي. فصافي ملي كتسالي باللعب كتجي تدخلك الام ديالك او انت كتعيا وكيجيك الجوع وكتبغي تدخل. فايماجينيو معايا انت داخل مبهدل بالتراب والغيس وجاك عامر بالغبره وداخل عند الام ديالك وانت واقف والام ديالك كتشوف فيك.
ويلا ديك الساعه فيا كتكون سالات الشقه ديالها، عاود كتشدك نتايا، كدوش لك، كتبدل في الحوايج، كتهز مسكينه دوك الحوايج عاوتاني كتمشي تصبنهم، ونتايا ما عارفش. وهذا الشيء نهار بعد نهار كنتي كتعديرو وكتعاودو.